بلاد زوم. من هي صابرين بورشيد؟ شغلت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد الأوساط الفنية الخليجية في الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن إصابتها ب3 أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد. وسطع نجم الشابة صابرين وهي بحرينية الأب وسعودية الأم سريعا، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي لتثبت نفسها لاحقا أيضا في الوسط الفني. ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة، لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين. وبدأت صابرين بورشيد 33 عاما في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج صيف البحرين 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحا فيها. وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحققت متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب. وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية مصباح الزين، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل عشاق رغم الطلاق الذي يعرض حاليا عبر قناة MBC. وتشارك أيضا في البرنامج الكويتي المعروف بعين السيف رفقة عدد آخر من الإعلاميين. وقررت الإعلامية البحرينية الاستقرار في الكويت العام الماضي بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، واعترفت بأنها تنتظر أن يسند لها دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني. وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات بورشيد، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل مجال التمثيل. يذكر أن الديوان الملكي في البحرين استجاب لنداءات أسرة بورشيد وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج. اللهم اشفيها يا رب واشفي كل مريض.